السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير، أنا في نعمة والحمد لله. جيتكم اليوم بوصفة كيما كل مرة نطلع عليكم وصفة الطبيخة بزاف سهلة ومام تقدري ديريها بوقفة وأون بليس رانا في وقتها، يعني تقدري تحضريها للعشاء. اللي حبت هذه الوصفة كاملة تكمل لا فيديو حتى الأخير وما تنساونيش برك بالجعم والاشتراك والدعم حتى تكبر عائلتنا، لأنه أنا بكم نتوما اللي راح نافونسي. واللي حبت الوصفة تابع معايا المقادير وطريقة التحضير. المقادير أنا هنا كنت ديت الفول. الفول يعني رانا في وقته، الفول والجلبانة رانا في وقتهم. أنا هنا كنت قطعته بهذه الطريقة، ما قطعتوش كبير وماشي صغير. والجلبانة هنا أنا اللي كنت صنعتها يعني وكنت درتها في الكونجيلاتور. هنا كمية قليلة من الرز وكمية من القزبر، وديت ثاني كمية من الطماطم اللي كنت صانعتها أنا. اللي حبت الوصفة يعني تعاود ترجع الفيديو اللي مقبل. هنا فلفل قناوة، ثوم، وقليل من راس الحانوت وقليل من قزبر مرحي. أنا هنا كنت درت في الكوكوط درت قليل من الزيت. هذه الوصفة تقدر ديريها في العشا ولا مام في الفطور. شوفوا كاين اللي يحب يديرها حارة، كاين اللي يحب يديرها بلا حار، يعني انت على حساب الجو تاعك. كيما انا هنا كنت درتها حارة. راح نضيف عليها هذاك الفول اللي كنت مقطعاته بهذه الطريقة، راح نضيفه كامل. وهنا شوفوا انا راح نضيفه، راح نديرو على النار تكون ناقصة كيما تعودتوا عليا، انا نطيب على نار تكون ناقصة بزاف، يعني بهذه الطريقة. هنا أنا راح نديرو خليه حتى يذبل كامل، راح نغطي على الكوكوطة تاعي ونخليه يذبل كامل. أنا نحتاج إنه حتى يذبل كامل باش راح نضيف عليه المكونات الأخرى. كيما هنا راه ذبل كامل، يعني حتى يتقلى مليح في الزيت. بعد ما راح يتقلى مليح في الزيت أنا هنا راح نضيف عليه المكونات. شوفوا دا هذا اللون حتى يدي هذا اللون، يعني نخلّوه يتغيّر اللون تاعو تمامًا. راح نضيف عليه المكونات واللي هما طماطم اللي كنت مكونجلتها معاكم، ومام راح ندير معاه فلفل قناوة، واللي حابة تستغنى عليه يعني أمر عادي. حندير لي زيبيس اللي كنت درتهم معاكم والثوم. هو يحتاج هذه الطبيخة تحتاج ثوم بكمية لاباس بيها، يعني تحب الثوم. وراح نضيف عليها القزبر. أنا ثاني هنا درت القزبر كمية يعني لبّس بيها. هنا القزبر اللي راح يمد لها البنة وراح يغيّر لها في النكهة تاع الفول، يعني راح تجي بنة بزاف شابة. هذو المكونات كامل أنا راح نخلّطهم وراح نغلق على الكوكوطة تاعي. وهنا كنت نسيت الملح، قليل من الملح. وهنا راح نغلق على الكوكوطة تاعي عادي ونخليها يعني يزيدوا يتقلاو كامل بعد ما كل حاجة يعني تندمج مع بعضها. شوفوا صدقوني تقلية قد ما تقلي قد ما تجيك البنة في الماكلة. هذه كل مرة نأكد لكم عليها، يعني اللي حبت الماكلة تاعها تجيها بنينة خليها تتقلى مليح. وأنا هنا ضفت الحار قطعته صغير وخليته يتقلى معاها. يعني انتي تحبي تستغني عليه ولا تضيفيه أمر عادي، يعني على حساب انتي ما تكوني تحبي الحار. هي في الأصل الطبيخة تجي حارة باش تمدلك هذاك البنة الشابة. وكما قلت لكم في بداية الفيديو انه الفول رانا في الموسم تاعو، يعني حاجة مليحة انك ديريه، لانه غير يخلص الموسم تاعو صدقوني البنة تاعو كامل راح تتغير. هو كل حاجة في وقتها احسن. هنا بعد ما تقلى لي كامل مليح انا راح نضيف الماء بكمية قليلة، والماء كيما كل مرة نقول لكم يكون سخون. راح نضيف الماء ما راحش ندير الماء بزاف، حندير كمية قليلة. ومن بعد راح ندير فوقها الجلبانة، راح نفرشها كامل كطبقة ثانية. نفرش الجلبانة تاعي بهذه الطريقة. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا درتها كطبقة ثانية. راح نضيف عليها فوقها الرز كمية قليلة، راح نفرشو كامل فوق الجلبانة، ما راحش نخلطوه خلوه كيما راه باش ما يتخلطش.
وهنا راني كنت كمّلت المكونات تاوعي كامل كيما راكم تشوفوا الماء أنا كنت ما مرّقتش بزاف باش ما تجيكمش بالمرقة بزاف، هنا أنا راح نغلق على الكوكوطة نتاعي ونخليها طيب على نار تكون ناقصة، وإذا ما كانش عندك كوكوط تغلق عادي خليها طيب حوالي نُص ساعة ولا على نار تكون ناقصة وراح تطيب معاك بزاف شابة. أنا هنا كانت يعني طابت معايا مباشرةً بعد ما فتحت الكوكوطة راني درت لكم تشوفوها، شوفوا كيفاش طابت. وملاحظة فقط أنا هنا ما كنتش درت القرنون هي من الأحسن يعني الطبيخة تحب القرنون، أنا هنا ما كنتش درت لها القرنون درت غير الفول والجلبانة درت المكونات اللي كانوا متوفرين عندي، هنا جات بنتها ولا أروع ومام في الحار نتاعها جا بنة صدقوني روعة روعة نتمنى كامل تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم كيما كل مرة نطل عليكم إن شاء الله وما نكونش إن شاء الله كامل ثقيلة عليكم ونتمنى برك تدعموني بالجيم والتعليق باش تطلع القناة تاعي وإن شاء الله نكون خفيفة عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله سلام حبيباتي.